السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم وإن شاء الله كل أياماتكم سعادة وهنا وبركة. عدنا والعود أحمد، الحمد لله اللي الله عافانا وشافانا ونحن اليوم معكم إن شاء الله. أخواتي، وصفتنا اليوم من التراث السوري، وصفة الفطاير بجوز بحمص وبحلب وبإدلب له شعبيات. نحن بالشام بنقول لها فطاير بجوز. رح اشتغل لكم اياها بطريقه كثير سهله ومميزه وان شاء الله ربي بتعجبكم باذن الله. رح نروح للمكونات. بالنسبه للمكونات حبايبي، كيلو طحين متعدد الاستعمالات، 400 جرام زبده حيواني، 125 جرام قطر، 125 جرام سمنه حيواني، معلقه ملح، 500 جرام جوز، وعندي ماء زهر، و300 جرام سكر مشان الحشوه. وبالاضافه للقشطه بكره بدنا نحضرها لانه بكره نحن بدنا نحشي اخواتي. وهلا نروح لطريقه تحضير العجينه. بالنسبه للعجينه، اول شغله بدنا نفضي الطحينات. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي نزل الاطراف وبدي ننزل السمنات. وبدي ننزل الملحات. ملحات بحطهم وين ما بدكم تحطون، هي الملحات كذا. وهدول بدي ادعكم كلياتهم بنصه ونزل عليهم بعدين الميات. هدول بدي ضل عم بدعكم لحتى ياخذوا. وهلا بنزل عليهم ميات اخواتي، شايفين؟ ها هلا هيك صارت معنا، هي النتيجه مثل ما انتم شايفين. هلا بدي احط لها معلقه زيت بس نعمها تنايمه. هلا هيك صارت معنا بهالطريقه مثل ما انتم شايفين. شغله هذا القوام اللي انا بدي اياه. هلا هي بدنا نريحها شغله ربع ساعه ونرجع بدنا نقسطها مشان نسمنها اخواتي، وبنلاقيكم بالمرحله اللي بعدها باذن الله. هيك مثل ما انتم شايفين قسطناهم كلياتهم، كوبرتهم. طبعا هي بتندهن زيت قبل ما تحطوا العجين عليها، بتندهن زيت اخواتي. وهي العجينه بتشتغل معكم لعش البلبل الحلبي باللحمه، يعني مو عش البلبل بالكنافه. هلا هيك امورنا صارت جاهزه. بدنا نغطيهم ونرجع بدنا نسمن اخواتي. لاقونا بالمرحله اللي بعدها باذن الله. بالنسبه للتسمين بنفتحها بالعرض هيك. ليش؟ مش لانه اذا بدي افتحها بالطول بتطلع معي مطوله، ما بتقلب معي. فانا بعطيها طول بسحبه ايدي هيك بهالطريقه. شايفين؟ وحده هيك بهي الطريقه. وهي بقلبها هيك وبتروح بهي الطريقه. شايفين؟ وهي رح اسوي لكم وحده ثانيه هيك اخواتي. الزبده بحراره الغرفه، واهم شيء بدنا نطالع الهواء منها. اذا فيها هواء بتلبكم، بدكم تطالعوا الهواء منها. وهلا رح اسوي لكم كمان وحده. قد ما بتحسنوا اسحبوها بالعرض. يعني انا عم بشوف ناس هون عم تشتغل، الله يوفقهم يا رب. برجع بقول لكم اهم شيء تسحبوا الهواء منها، وهي الاطراف تكون راكبه على بعضها، ما تكون لا زايده عنا ولا راجعه عنا. هيك بهي الطريقه. وبنصفهم هيك بهي النتيجه. بنشتغلهم كلياتهم وبنرجع لكم باذن الله.
اخواتي مثل ما تكونوا شايفين خلصوا معنا كلياتهم. اخواتي طبقوهم فوق بعضهم ما بيلزقوا لا تخافوا. هلا بدنا نحطهم بالبراد ونرجع لكم لما بدنا نلفهم باذن الله. وهلا مثل ما شفتوا سمناهم وغطيتهم بجيلاتين وحطيتهم بالبراد تقريبا نص ساعة زمان بس لتشد الزبدة تبعهم. بدنا نرجع نسحبه مثل ما تكونوا شايفين. ناخذ وحدة من هون، هي قلت لكم انا اخواتي ما بتلزق. ناخذها من هون بس بعطيها كبسة صغيرة من راسها، هيك كبسة صغيرة شايفين بس مشان تلزق معي ما تسحب معي. وبعدين بسحب السحبة شايفين وبرجع انا بطويها هالطوية هي هيك شايفين اخواتي كثير سهلة. وبلش سحب على مهلي، يعني مراحلها كثير سهلة. صحيح هي متعددة المراحل سهلة، برجع فيها وبسحب على مهلي هيك وبلش سحب. هي طريقتنا اخواتي. بالنسبة لها هي ما بكبسها الكبسة، يعني انا ما بدي اساوي شيبيات ريحاوية او مدلبية، انا بدي اساوي فطاير بجوز ولا اساوي لكم وحدة ثانية. هي قلت لكم انا ما بتلزق، بعطيها الكبسة وبلش اسحب شايفين قد ما بدكم اسحبوا ولا تخافوا. وبرجع بقلبها على اختها هالقلبة هي مشان تلف معي وبلش لف شايفين وبسحب وبرجع فيها مشان تعطيني طول. كل ما لفيت زيادة كل ما احسن شايفين بهي الطريقة. وهي وحدة كرمال عيونكم رح نساويهم بإذن الله. شايفين بتمط ولا تخافوا ما بتقطع. شايفين من احلاها. وبقلب هالقلبة هي القلبة بقلبها وبسكر عليها وبلش هيك شايفين بهي الطريقة شايفين. بدي ارجع بس اعطيها مشان اعطيها طول ثاني شايفين بهي الطريقة. اخر وحده طلعت معنا. هدول هن طلعوا كلياتهم اخواتي. هلا هدول بدهم ينحطوا بالبراد لثاني يوم، يعني اليوم ما بينشغلوا بدهم ينحطوا بالبراد لثاني يوم. بنغطيهم وبنحطهم بالبراد وبكره ان شاء الله باذن الله بنشوفكم. واذا بتحبوا تحطوها بالبراد شهر قد ما بدكم تحطوها ما في مشكله تتحمل. وبكره ان شاء الله بنشوفكم لما بدنا نحشيه. وهلا اخواتي نحن جيناكم ثاني يوم مثل ما تكونوا شايفين. هدول قبل بنهار حطيناهم بالبراد، وانا قلت لكم هي بتحسنوا تحتفظوا فيها بالبراد بس ولكن بالفريزر لمده طويله. بالبراد نهار نهارين ما في مانع، اما اذا اكثر بدكم تحطوها بالفريزر. هلا بدنا نحضر الحشوات. انا في عندي قشطه، بنجهز قشطه مثل ما تكونوا شايفين اخواتي. بدها تكون القشطه شوي ماسكه حالها، يعني تكون قويه ما تكون طريه. ليش؟ مشان ما تطز معنا. وفي عندي الجوز انا عندي تقريبا 500 جرام جوز طحنت نصهم بهالشكل هذا، والنص الثاني بدي اياهم حب هيك مثل ما هن اخواتي، يعني مكسرين شوي. وفي عندي 200 جرام سكر انا بدي اضيفهم فوق الجوزات الناعمه. طبعا هدول بدي احركهم واحط لهم ماء زهر. وهي الاكله اخواتي طيبه بالماء زهر. في ناس بتحط لها قرفه، انا بفضل بالماء زهر هيك لانه هي ما بينحط لها قطر كثير بعد الخبز اخواتي. وهلا بنحط لها ماء زهر قدر تقريبا نص كاسه شاي وبنحركها مثل ما تكونوا شايفين اخواتي بهي الطريقه. لما بدنا نحشي بناخذ قسم من هون وقسم حب شايفين. مي ما بنحط اخواتي شايفين صارت قريبه للعجينه شوي بهي الطريقه. وهلا بعد منا اخواتي بدنا نروح لمرحله الحشي. بدنا نحشي قشطه ونحشي جوز وبنلاقيكم بالمرحله اللي بعدها باذن الله. وهلا حبايبنا اجينا لمرحله الحشي. بناخذ قطعه من هون. شوفوا اخوات
هي القطعة بتنحشى بطريقتين، في ناس بتكبسها وبتحشيها طريقة صح، وفي ناس يعني أنا مثل ما تعلمتها سابقا كنا نحفرها من النص ونرجع نقلبها، شايفين حبايبي، وبعدين بنفتحها نعطيها هالكبسة. لا هي طالعة من البراد، لو ما طالعة من البراد بدها تكون شادة. شايفين الرسمات شلون راسمة لحالها؟ وفق هو قدر الإمكان، المهم إنه نحن نقلبها هيك. ليش؟ مشان ناخذ النعومة يلي من فوق من تحت. وهلا بنحط القشطة هيك بهي الطريقة، شايفين؟ بناخذ هذا الطرف وبنشده عليها وبنسكر. هلا هي هيك رسمت حالها بحالها، يعني صارت فطيرة. بناخذ هذا القسم، بنشد هذا القسم بناخذه هيك، شايفين؟ هيك هلا رسمت حالها بحالها، بنسحب هذا القسم هيك وبناخذها لفوق منها وبنرجع بنقلبها وبنكبسها هالكبسة، صارت معنا فطيرة قشطة. هي طريقة القشطة اخواتي، شايفين؟ وبناخذها على الصينية، شايفين؟ بهي الطريقة. حاولوا تبعدوهم عن بعضهم. ورح اساوي لكم وحدة ثانية. كبسناها هالكبسة، قلبناها هالقلبة، رجعنا فتحناها بالشوبة. طريقة ولا اسهل من هيك. وبنرجع نقلبها وبنحط قشطة. حاولوا يعني يكون الكمية مقبولة. ناخذ هذا الطرف وبننزلها هيك مثل ما كون شايفين رسمة حالها بحالها، شايفينها؟ هي الفطيرة. هلا نحن بناخذ هذا القسم بنقلب هذا هيك وبنرجع بهذا هيك، هيك رسمة حالها بحالها، وبنسحب هي هيك نرجع نقلبها. طلعت معنا الفطيرة مثل ما كون شايفين، وعلى الصينية مباشرة. وانا شاغل قبل منهم بشوي مثل ما كون شايفين هيك. هلا رح نشتغل الفستق الجوز. قلبناها هالقلبة واعطيناها هالتدويرة، ونرجع وهالقلبة اهم شيء تقلبوها. اذا ما قلبتوها اخواتي ما بتاخذوا نعومة. بناخذ فستق الجوز المطحون وبنحط كم حبة هون. بس هون في ملاحظة بدي اعطيكم اياها اخواتي، هلا رح اقول لكم اياها. شايفين؟ هلا هون بنقلبها هالقلبة. هون هلا انا ما بكبس لانه اذا كبس بدي ابخشها، فبحاول اني اكبس عليها. ناخذها هالكبسة هي مثل ما لكم شايفين هيك. شوفوا شلون طلعت معنا. نسحب هالسحبة هيك لورا وبنسكر وبنقلبها. هي طلعت معنا فطيرة الجوز. ورح اسوي لكم كمان وحدة ثانية اخواتي. ها هي هلا قاسية لانه كاينة بالبراد، يعني حاولوا انه ما تخلوها ترخي كثير مشان ما تعذبكم بالفتح. شايفين؟ هي القلبة قلبناها، حطينا الجوز الناعم مع السكر، حطينا على الخليط، ونرجع ناخذها هيك ونسكر. شايفين اخواتي؟ وهلا اهو
معنا ثقيله مثل ما تكون شايفين. اهم شيء ما بكبس مشان ما ابخشها، لانه الجوز قاسي. العجينه بتعرفوا كبسناها انبخشت تنفست ما عاد ترتفع معي مثل ما بدي. رح اكملهم كلهم باذن الله اخواتي وبرجع لكم نلاقيكم بالمرحله اللي بعدها. وهلا هيك اعزائي صارت جاهزه، سوينا القشطه وسوينا بالجوز. هي بدنا نخبزها على الطبقه اللي تحت من الصينيه على حراره 200 ومنراقبها، يعني كل 10 دقائق ربع ساعه بنعمل لها تفتيله اخواتي. وهلا وما بندهن وشها سمنه، انتبهوا هي الاكله ما بندهن وشها سمنه، اذا دهنا وشها سمنه بيستوي الوش وما بيستوي السفل، بنحطها على حالها. هي الطريقه اللي انا بشتغلها اخواتي. وهلا رح نروح على الفرن باذن الله. شايفين اخواتي بالنسبه للشعيبيات شلون عم بخبزها على حراره 230، وانا بفضل تحطوها عندكم على 250 لانه اكيد فرنكم حيكون اقل من غير افران. خلوها على 250 ومع الملاحظه. وهلا رح نشق عليها مشان نفتلها اخواتي. شوفوا لي على هالرزق شغلي ولا اميز من هيك. شايفين على هالقطعه رزق بياخذ العقل، بتشتغلوها مثل المحلات ويمكن احسن، لانه انتم بتتقنوا شوي واكيد رح تطلع احسن من شغلي انا، لانه انتم اكيد رح تكونوا معلمين باذن الله. هي الشعيبيات الحمصيه، وان شاء الله باذن الله جاي وقت بالفيديوهات القادمه رح اشتغل لكم الشعيبيات الادلبيه والاريحاويه باذن الله. هي الشعيبيات الحمصيه بالجوز، وان شاء الله ربي بيسعد قلبكم. وفي صينيه ثانيه ان شاء الله باذن الله بالقشطه رح تكون. شوفوا لي على الرزق ما احلاه ولا اميز من هيك. انا فتحت مشان فتلها تفتيله وارجع سكر عليها لانه لسه بتاخذ لون احلى من هذا اللون. بنلاقيكم بالمرحله اللي بعدها باذن الله. وهلا اخواتي صارت معنا جاهزه، ومثل ما انكم شايفين استويت. هلا بهديها شوي صغيره وبدي اعطيها قطراتها. ما بتاكل قطره كثير اخواتي، هي يعني اكلت معنا 45 ل 50 دقيقه واستوت وطلعت شغلي. بتاخذ لعند مثل ما انكم شايفين على المنظر ما احلاه. هلا انا بدي اقطرها. هذا القطر اخواتي مثل ما انكم شايفين، يعني ما بتاخذ قطر كثير، هيك بهالطريقه. شايفين اخواتي، لانه سكرها بقلبها. هي ما بتاخذ قطر كثير مثل ما انكم شايفين بهالطريقه. ها وحسب انتم ما بتحبوها حلوه، ممكن انتم اثناء الاكل تحطوا لها قطر كمان مثل ما كانوا يسووا عنا بسوق مدحت باشا بالشام. يقطع له اياها يقول له رش لي عليها قطر، ونرش عليها قطر. وهي وصفتنا صارت جاهزه. وعندي هلا القشطه كمان بدي انزلها. وانا بالاضافه اخواتي كمان بدي طيبها بالسمن العربي. شايفين اخواتي هذا سمن عربي، انا رح طيبها بالسمن العربي، يعني مقشي نحن بنقول لها. تطلع معنا شغله بتاخذ لعال. نتركها لتبرد ومنفرجيكم عليها باذن الله. هلا اخذت السوا من تحت ومن فوق وطلعت لونها بياخذ لعال. شايفين اخواتي بهي الطريقه، وان شاء الله الف صحه. وهلا رح نروح مشان نخبز شعيبيات بقشطه. بنلاقيكم ان شاء الله بالمرحله اللي بعدها. شايفين على المنظر ما احلاه شغله بتاخذ لعال. وهلا هيك بعد ما خبزناهم، هي انا قطرتها طلعتها قبل. هي قطرتها وحطيت لها فستق مشان اعلمها ما بين القشطه والجوز. هلا طلعتها انا بدي اقطرها اخواتي. مثل ما قلت لكم لا تكتروا قطر، يعني لانه هي فيها سكر، يعني بشكل معقول هيك خفيف. وهلا هيك مثل ما انكم شايفين صارت معنا جاهزه، وباذن الله بنلاقيكم بالمرحله اللي بعدها. وهلا حبايبي اجينا للمرحله الاهم اللي هي بنشوف نتيجه عملنا. هلا نحن رح ناخذ وحده جوز ورح ناخذ وحده قشطه. رح نفرجيكم اياهم من السفل. شوفوا لي على السفل اخواتي، شايفين؟ شوفوا شايفين على القرشه، كذلك الامر نفس الشيء القشطه. هلا بدنا ندوق بمعيتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي اشربوها والله، يعني شغله يعني بتذكرنا كنا نطلع على حمص نجيبها من الحمص. هي كان في عندنا محل واحد في الشام باكل هي شوفوا لي على التوقيعات شغلي ولا اميز من هيك. ان شاء الله ربي يسعدكم